السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة لاعب الأهلي القادم، يعني في كلام كتير إن الأهلي تعاقد معاه. محمد شكري عنده 25 سنة. تمام. لعب الموسم ده بعد الإصابة، صنع حوالي 5 أهداف وجايب 3 أهداف في الرابطة وفي الدوري وفي كله، لعب تاريخه 123 ماتش، مسجل 9 أهداف وصانع حوالي 17 أسيست. طبعا هو من اللعيبة المميزة أو من الباكات الشمال المميزة جدا اللي موجودة في مصر حاليا. هو محمد حمدي لاعب بيراميدز، لاعب كويس، لاعب هداف، لاعب شويط، بيلعب برجليه حلو قوي، سريع. لكن انا بالنسبه لي مش ده برضو بتاع الاهلي، يعني معلش برضو هو لعب معانا فتره وكان معانا كتير بس هو فشل. فما اعتقدش انه حتى لو رجع الاهلي ان هو هينجح. ليه؟ لان معلش يعني يا جماعه سيراميكا برضو ايه، ما عليهاش الضغط اللي على الاهلي، ما عليهاش ضغط الجماهير. الجماهير بتطلب منك كل ماتش ان انت تعمل اسيست، ان انت تجيب جول، ان انت تدافع، ان انت تبقى قوي بدنيا، وي وي الى اخره. لكن احسن الوحشين زي ما بيقولوا، يعني لو هتختار مثلا افضل 5 باكات في مصر حاليا هتختاره هو محمد حمدي. فاحسن من الوحشين. لكن من وجهة نظري انا مش شايف ان محمد شكري هينفع مع النادي الاهلي. اتمنى له طبعا التوفيق واتمنى ان هو ينجح مع الاهلي، لكن بالنسبه لي انا الموضوع صعب شويه، زي ان انا جربت يعني خلاص لاعب فاشل عندي، فما اعتقدش ان هو يجي ينجح تاني. يعني على مدار السنين اللي فاتت ما اعتقدش ان في لاعب فشل في الاهلي ورجع مره تانية ونجح. يعني لو فيكم حد مثلا فاكر لاعب معين ممكن يكتب لي في الكومنتات. لكن انا بالنسبه لي انا ما اعتقدش ان هو هينفع في الاهلي، بعيد عن ان لاعب كويس جدا، لاعب مميز جدا، لاعب حلو جدا، يعني امكانيات اللاعب كويسه جدا. لكن في الاهلي لا، الموضوع هيبقى صعب شويه. واتمنى طبعا التوفيق لو راح الاهلي او هيروح الاهلي. اتمنى ان كلامي يكون غلط، لكن انا كنت منزل فيديوهين على باكين شمال من اصول فلسطينيه ومن اصول عربيه وشباب صغيره برضو سنهم صغير، 23 24 25 سنه، لعيبه كويسه بتلعب في الدوري البروفي في الدوري البولندي، ولاعيبه فعلا هتنفع مع النادي الاهلي. وقيمتهم التسويقيه مثلا 300,000 400,000 يورو. يعني اتمنى مثلا الكشافه في النادي الاهلي ان هم يبصوا على اللعيبه دي. ايه المشكله لما تنزل تبص في الدرجه الثانيه سواء هنا او في اي دوري تاني؟ في لعيبه كتير مش متشافه، في لعيبه كتير مظلومه فعلا اعلاميا مش متشافه. انت ممكن تقدر زي ما صفقه اسامه ابو علي مثلا، كان مش حد يعرف حاجه عن اسامه ابو علي، انت جبته ما شاء الله هداف عندك وهتبيعه برقم جاي لك فيه. فايه المشكله لما نخوض التجربه تاني ونجيب لعيبه مغموره ما حدش عارف؟